كاتب لي في التعليقات بقى لما قلت لكم قولوا قهوتكم المفضله، واحد كاتب لي 50 جرام من البن البرازيلي، 50 جرام من البن الكولومبي، 50 اندونيسي، 25 جيتومالي، و2 جوز الطيب، و10 جرام حبان، وعودين جينسنج، ولا وخمس تعوات جينسنج كبار. يا لهوي كتير قوي، بس تعالى نجربها ونقول لكم راينا. 50 جرام من البن البرازيلي هنبتدي بيهم. عندنا 50 جرام من البن الكولومبي زي ما هو قال، 50 جرام من البن الاندونيسي زي ما هو قال، هنا 25 جرام من البن الهند الارابيكا زي ما هو قال، 25 جرام من البن الجيتومالي زي ما هو قال، هنا كان حواجه زي ما هو قال برضك باتنين من جوز الطيب، هنا 10 جرام من الحبهان. هو كتب ايه؟ ورد، فالظاهر ان هو بيحب الورد فهنزود في الورد شويه، بيخلي ريحه القهوه حلوه عامه. هناك قال لك مقدار 5 تعواد مش جينسنج، فانا جبت حوالي كده 5 تعواد زي اللي هو عايزهم، وبصراحه مش عارف هيشربها ازاي، بس بصراحه هو شكله عنده جوله بنت لذينه. فتعالى نحط ال5 تعواد ونقلب الكلام ده كله ونروح نطحنه، وبعدين نجرب الخلطه ديت. انا متاكد ان طعم الجينسنج هيطغى قوي على طعم القهوه، بس تعالى نجربها ونقول لك راينا. بعد ما طحناه بقى تعالى نعمل منه كده فنجان قهوه. ناخد معلقتين مقدار السكر زي ما انت عايز، وبعدين هنحط الميه بتاعتنا. جدعان نازله ريحتها حلوه قوي، مع ان 5 تعواد جينسنج كتير جدا، بس تعالى نجربها. طعم الجينسنج مدينا مراره سيكه، لكن طعمها حلو. ولو انت عايز حاجه تديك باور بقى وطاقه، بس ديت ما تشربش انت فاهم كقهوه اساسيه، يعني تشرب مثلا وانت عندك انواع قهوه تانية، بس دي بتشربها مثلا مره وانت رايح الجيم. ما تنساش لو انت ما تعرفنيش انا على فوده وبقدم لك محتوى عن القهوه.